رجعت على المخيم امبارح، كل الناس بتحضن فيا وبتسلم علي والحمد لله على السلامه. مش الحمد لله على السلامه، ايش في يا جماعه الخير؟ رصاصه دخلت في خيمتك. مرحبا، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم بخير وتمام. امبارح رصاصه دخلت عندنا في الخيمه، في المكان اللي بنام فيه والمكان اللي بقعد فيه. سبحان الله، امبارح قضينا يومنا كله مع خالاتي ومع العيله، اليوم كله سبحان الله من العصر وانا بدي اروح. كل شويه بقوم بقول لهم يلا، بشدوا فينا، استنوا هاي الشاي على النار، استنوا هاي القهوه على النار، استنوا هاي النسكافيه مش عارف ايش، ونقعد 3 مرات. سبحان الله ربنا كيف لما بده يحمي يعني حدا من اشي من مكروه. انا حتى لا مش مستوعب، كل ما اطلع على مكان الرصاصه وجايه هيك، يعني المكان اللي اجت فيه هيك المكان اللي انا بنام فيه واللي بنقعد فيه انا وامي. يعني انا بحكي معكم حاليا وامي قاعده في نفس المكان، مش عارف كيف اجت هيك من فوق جايه غز. ربنا قدر ولطف، الحمد لله على كل حال. بس طبعا بالاول وبالاخير احنا في غزه، هذا الاشي يعني مش بعيد علينا، او مش ما بفاجئنا او ما بصدمنا، بالعكس الايام بتمشي عادي. احنا المخيم اللي احنا فيه كل يوم واحد منا بينفقد ونزعل عليه ماشي، بس احنا متوقعين ان الدور جاي علينا، يعني هم السابقون ونحن اللاحقون، فالحمد لله على كل حال. احنا بنتمنى طبعا ما حدش منا يتاذى او حدا منا ينضر او حدا بيعز علينا او حدا من اهلنا. بنتمنى هاي الازمه تعدي، ما نكونش لا فاقدين ولا مفقودين. بنتمنى انه ما حدا من كل اهل غزه ينضر اكثر من هيك، يعني نتمنى اليوم الحرب توقف اليوم قبل بكره، عشان لا حدا ينجرح ولا حدا يموت ولا حدا ينأسر ولا حدا يزعل على حدا بحبه ولا حدا يخسر اشي تعب فيه. فبنتمنى يعني ان شاء الله هاي الازمه تعدي على خير. صح احنا شعب قوي وصامد وصابر ومقدام ومقاوم، ولكن احنا عن جد تعبنا فعلا، يعني بكل صراحه بحكيها، احنا تعبنا. هذا مش كلامي لحالي، يعني كلام الناس كلها، الناس تعبت ومضلش عندنا طاقه. احنا اليوم داخلين على سنه واحنا بنذبح بس بسكينه حافيه مش ماضيه. لو كانت ماضيه ومن 7 اكتوبر كنا متنا كان محد الزعل، بس احنا لنا اليوم سنه. فالحمد لله على كل حال، ودعواتكم لنا، ونتمنى ان شاء الله هاي المهزله توقف اليوم قبل بكره. السلام عليكم.